السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. وصفتنا النهاردة عجينة القطايف بتسوية مظبوطة وطريقة ناجحة. بجد الطريقة دي حلوة جدا. شايفين لون القطايف حلو ازاي؟ طبعا بنجيبها غالية من بره، فانا اقول لكم احلى وصفة هتعملوها في البيت وتطلع معاكي ناجحة. بكوباية من الدقيق هتعمل لك كمية حلوة جدا. اول حاجة هنا جبت كوباية من الدقيق، ضفت عليهم باكت من الفانيليا، معلقتين كبار من دقيق السميد اهم حاجة، وبعد كده ضفت عليهم ربع معلقة من الخميرة، ربع معلقة من البيكنج باودر، معلقة من السكر، رشة من الملح، وجبت هنا كوباية من المية. طبعا مش هضيف كوباية المية كلها، حسب القوام اللي انا محتاجاه. ده كده حلو قوامها جدا. شايفين الخط ده كده كده القوام بتاعها حلو، والعجينة هتبقى ان شاء الله ناجحة معاكي. طبعا عجب الفيديو لحد ما تنسيش يعمل لايك واشتراك، فضلا واسع امرا. ما تنسيش تشير الفيديو وتعمل لايكات كتير عشان يوصلكم كل جديد. هنا جبت ازازه وحطيت فيها العجينه وسبتها كده ترتاح مده نص ساعه. ده كده سويتها. طبعا اهم حاجه بتحطيها في تسويها في طاسه يكون ما بتلزقش علشان تديك اللون الحلو ده. شايفين كميه حلوه جدا من كوبايه من الدقيق. شايفين لونها حلو ازاي؟ بجد طريقة سهلة وبسيطة وهتطلع معاكي ناجحة من اول مرة. طبعا حشيتها كده نص جوز الهند، ونص التاني حشيتها كده هو باقي الكمية كاستر. بجد طعمها تحفة جدا، طريقتها سهلة وبسيطة. والسلام عليكم.